يا من يحمل الهم، إن لك ربا يجبر إلى كل نفس أرهقها الحزن وضاقت بها السبل. 1. حقيقة الدنيا الزائلة. لا تجعل قلبك يحزن على فوات حظ من حظوظ الدنيا، فكل ما فيها زائل تذهب وتبقى الآخرة. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين ذكرهم بأن نصيبهم هو الجنة مقابل متاع الدنيا: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا فاتك كل شيء وبقي لك الله فما فاتك شيء. 2. قدرك عند خالقك. لا تسمح لخذلان البشر أو قسوة الظروف أن تشعرك بالهوان. لقد كرمك الله ونفخ فيك من روحه، فلا تهن قيمتك في عين نفسك لأن أحدهم لم يقدرك. أنت عزيز بالله، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فامسح دمعك بيقين المؤمن. 3. لا تقتل نفسك كتما. إياك وصمت الحزين الذي ينهش الروح من الداخل. ارفع شكواك إلى من يسمع السر وأخفى، وعبر عن ألمك لمن حولك بوضوح، فالتعبير تفريغ والكتمان داء. اجعل لسانك رطبا بالبوح لربك وصدقا في التعبير عن وجعك، فالمؤمن قوي بصدقه. 4. مفتاح الفرج في الحمد. حتى في قمة الضيق ابحث عن أثر فضل الله عليك. انظر إلى الكروب التي مرت فصرفها الله، والمحن التي أصبحت منحا. احمد الله على جزء الفرج ليرزقك كله، فالحمد هو العبادة التي تستجلب المزيد من العطاء وتذهب عن القلب الحزن. 5. يقين موسى. عندما تضيق الحلقة تذكر أن الله الذي ربط على قلب موسى حين ألقت وليدها في اليم هو الرب الرحيم الذي يسمع دقات قلبك الآن. كن مؤمنا واثقا متوكلا، وسيرد الله إليك غائبك ويقر عينك ببرد اليقين.